شفت أنس خالد صور محل لحم شاورما يقول يضبط بلحم النعيمي الطازج، واللي شد انتباهي وحرص أنا أجربه إن اللاينات على المطعم ما توقف أبد. تجربتنا اليوم من ابن الشام، يقطع لك من اللحم ويحط عليها البقدونس ويملا لك الخبزة وطحينه وبس. أهم شيء طازج وتراه نعيمي، وأهم شيء رح للمعلم وقول له أبيه سقع ولذع علشان تطلع لك بهالشكل. بسم الله، يا ساتر. وتراهم يسوونها إبعة. هذا المنتج اللي يوسع الصدر، هذا اسمه الطرابيش، يجي 10 قطع، شكله حنون صغنبوطية حق النقنقة، لقمة ورا لقمة ما تحس به. واللي جازي بهالمنتج إن الخبز ترى يحضرونه عندهم طازج، إذا طلبته يودونه على الفرن يتحمر يطلع ويعبون لك الحشوة اللي أنت تبيه، وانبسط يا حبيبي. وتقدر تاخذه نص لحم ونص دجاج. ويجمع البطاطس، وترى يجي معه طحينة. ساتر. عشاق اللحم خذوا هالتوصية وادعوا لي. واو ياهي حلوة. أخيرا لقيت برياض مطعم يضبط شاورما اللحم، خذ كله لحم ولا تشاور. الطرابيش الإدمان الجديد، وتختمه بلبن العيران. الحمد لله مطعم ابن الشام موجود عندكم يا الحي القدس، موجود قدام المترو محطة خالد بن الوليد، تراهم موجودين على كيتو هنجر ستيشن، يوصلك لين موقعك. تبون الصراحة يستاهل التجربة.